الأكلة ديّة بقى من حلاوتها تعمليها كل يوم، هاتي رغيف من العيش وقطّعيه مكعبات صغيّرة وحمّريه في قلب الزيت بالشكل دوّة، بعد كده هاتي بصلاية قلّبي فيها معلقتين من الدقيق وحمّريهم برضه، بعد كده هاتي بقى حوالي كوبايتين من المَيّة انزلي بملح وكمون وعصرة ليمون، وانزلي كده بكوباية من العدس بجبة، وأول ما يتسلق معاكِ اركنيه على جنب، هاتي معلقتين من الزيت حطّي عليهم توم، وابدئي اعصري طماطم في الخلاط وصفّيها وانزلي بقى بالطماطم على التوم ملح وفلفل اسود وشويه من الكمون واركنيهم على جنب. هاتي بقى كوبايه من المكرونه او كوبايتين على حسب ما انت عايزه، شويه زيت صغيرين وابدأي حمري فيهم المكرونه، انزلي بكوبايه من الشعريه وبرده حمريها بالشكل دوت كده، انزلي بقى عليهم بكوبايه ونص من الرز المغسول وكوبايه من الشعريه اللي سباكيتي بس قطعيها صغير او كسريها صغير، شويه ملح وسيبي الكلام ده كله بقى مع شويه الميه ياخد اول غلوه، انزلي بقى بالعدس اللي احنا سلقناه في الاول وكلي ودوقي بقى احلى شويه كشري طعمهم زي العسل في حله واحده بس من غير مواعين كتير ولا هتكلفي نفسك ولا اي حاجه. بصي بقى طبق الكشري بعد ما يتحط بقى كل حاجه موجوده عليه بالشكل دوت كده، الله بقى مع شويه الدقه وعصره الليمون.